اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. الفيديو بتاعنا النهارده مختلف بكل المقاييس، حاجه كده من ايام الزمن الجميل. الروائح الحلوه، ريحه الخبيز، ريحه العجين في البيت، حاجه كده مختلفه ولذيذه. وبصي بقى، يعني تعيشي يوم كده من ايام جدي وجدك، يعني حاجه كده تحفه. تعالي نشوف احنا عملنا الفيديو ده ازاي. بصي، انا طبعا انا ما بعرفش اخبز، فانا صورتهم. قلت لهم لا، انا اصوركم وانتوا بتخبزوا. بس طبعا انا عندي فكرة الحاجات دي بتتعمل ازاي، بس ما بعرفش اعملها. لان ام الله يرحمها لما جت تعلمني كانت خلاص زهقت بقى. ملت من الكتر من لما علمت اخواتي اللي اكبر مني، فجت عندي بقى ووقفت قالت لي لا، انت مش هتتعلمي ومش ليكي في الخبيز خالص. فايه فسابتني، ما رضيتش تعلمني. ومن هنا برضو انا كنت خلاص، لما جت تعلمني برضو كنت انا اتخطبت وخلاص. هتجوز، فحتى المكان اللي انا متجوزه فيه ما بيعملوش العيش ده. العيش ده خميرته منه فيه. يعني ازاي خميرته منه فيه؟ لما بيخلصوا خبيز بيكون معمول عندهم. زمان يعني كان عندهم اللقان ده من الفخار، زي القلل، زي الطواجن الفخار. فكانوا بيروحوا جايين سايبين حبة في الاخر خالص كده، ويوزعوه على احراف اللقان ده ويسيبوه لحد ما ينشف، وبعد كده يكسروه ويعملوه خميرة للعيش ده. فانا بقى هسيبهم بقى يكملوا خبيز، وراح اجهز لهم الفطار. جبت بقى عجينه طعميه وعملت لهم حشوه كده من البصل والطماطم وشويه البهارات. وبقيت اعملها زي خلاص هقف في فرن بتاع ده، على الطاسه بتاعه الزيت، واعمل لهم الطعميه في المطعم. تعالوا بقى اقول لكم هما كانوا بيعملوا ايه في اللقان. كانوا يروحوا جايين عاملين على لحد ما خلص الطعميه يعني. كانوا يروحوا جايين حاطين العجين على احرف اللقان كده، ويقلبوه على وشه او يغطوه لحد ما ينشف خالص. ويروحوا جايين في الخبيز اللي بعده او في العجين اللي بعده، يروحوا جايين يا دوبك بلينه كده بشويه ميه بس، وحاطين ومنزلينه كده في قعر اللقان. ويروحوا جايين عاجنين عليه. بيكون العيش يخمر تاني وبيبقى زي الفل، وبيبقى معانا عيش تحفة. العيش ده ده عيش ملدن، بيتعمل منه برضو عيش طري. بيقعد معاكي، كان زمان بيقعد معاكي 10 ايام ما بيجرالوش اي حاجة. يا دوبك بترصيه كده وتغطي عليه بشوية من البرسيم، وتسيبيه. ما كانش بيعفن ولا كان بيجرى له اي حاجه غير اليومين دول. اليومين دول بقى كان العيش ده خلاص اتلغى كله دلوقتي، عاد بيجيب من الافران الحديثه دلوقتي. العيش ده اتركن على جنب. فلا، احنا عندنا كل فتره كده بنروح جايين عاملين عيش من ده، بيبقى تحفه. بيقعد معاكي. احنا بقى بنعمله ملدن بس، اللي هو متأمر، او يعني بيكون طري في الاول. بنروح جايين مدخلينه في الفرن تاني بعد ما الفرن يهدى بقى من درجة الحرارة بتاعته. فبيعمل لنا العيش، بيبقى لونه كده احمر وشكله تحفه. هتشوفوه في الاخر دلوقتي بعد ما بنخلص الخبيز بتاعنا. وطبعا انا بجهز لهم الفطار وهما بيخبزوا بره. بيولعوا الفرن ده بقى لحد ما بيوصل درجة حرارة عالية جدا. لدرجة ان العرصة اللي بيتحدف عليها العيش دي بتكون بص كده بتنور كده من درجة حرارتها. بس طبعا بقى العيش ده ما بيتخبزش غير في الشتاء بس، لان درجة الحرارة بتكون عالية جدا. في الصيف بيكون حر، فما بتستحمليش درجة الحرارة وانت قاعدة قدام الفرن. الله يرحمها كانت تعجن العجين قبل ما تنام على طول، وتقوم الصبح بدري اللي هو الفجر يقول الله اكبر، تكون بتولع بقى في الفرن وبتحميه حاميه كويسه كده علشان يبتدوا الخبيز بتاعهم. انا بعد ما خلصت طاسه من الطعميه، عملت التانية. وطبعا ام حبيبه واقفه معايا في المطبخ، وطبعا قال لنا كمان بطاطس. انا بقى كنت اعمل الحاجات ديت، وام حبيبه تجهز لنا دقه للبتنجان، دقه للسهليه اللي هنعملها دلوقتي. نطلع بس البطاطس بتاعتنا وننزل بقى بالبتنجان بتاعنا. هي بقى كانت جهزت الحاجات ديت. هنقلي البتنجان ونروح بقى على السهليه، نشوف هنعملها ازاي. هنحطها برضو في الفرن ده، هتبقى لذيذه جدا وطعمها تحفه، بتاخد نفس الفرن تحفه. جبت الصينيه بتاعتي وحطيت فيها شويه من الزيت، ورصيت فيها السمك. طبعًا السمك ده سمك اللي هو سمكة الرنجة، بس طبعًا هي نيّة. ومعايا سمكة اللي هي السمكة اللي فيها شوكة كده من الضهر خشنة. ورُحت جاية بقى حاطة شوية زيت فوقيهم كمان، ورُحت حاطاهم في الفرن، هاوديهم في الفرن. واجهز بقى التتبيلة بتاعتهم.
وبعد ما يتشمع كده في الفرن كنا جهزنا التتبيله. هنروح جايه بقى ليمون كده وعصره، بس طبعا درجه الحراره عاليه جدا فما قدرتش ادخل ايدي اكتر من كده، فرحت جايه عصره الليمون على التتبيله وحطها عليهم بقى وخلاص. انا كنت عايزه اعصر الليمون وادخله كمان دقيقه واحده واطلعه، بس لا، طلعت درجه الحراره عاليه فما قدرتش ان انا ادخل احط عليه الليمون. فحطيت عليها التتبيله كلها كده وهندخلها الفرن بقى ايه 5 دقايق، كمان ما تكملش 5 دقايق، وطلعت بالشكل الجبار بتاعنا ده. تحفة، ريحتها جبارة وطعمها رهيب، والسمك كده دايب دوب، تاكل كده يعني تحس بطعم رهيب في الاكل. هنغرف بقى لان خلاص قالوا خلاص احنا خلاص متنا من الجوع، فهنغرف بقى الاكل بتاعنا. عملنا طبعا عندنا طماطم مخلله وعندنا بتنجان وعندنا سمك الاستهليه، وكمان مخلل اللفت. وبصوا جهزنا سفرة معتبرة. بس ما فيش اجمل بقى من اللمه. احنا اليوم ده احنا بنكون بيتصلوا عليا احنا هنخبز يوم كذا، بنروح له بقى من الصبح. بنقضي اليوم كله مع بعض بعد الخبيز بعد الدنيا ديت. بنروح جايين قاعدين مع بعض بقى هزار وضحك قدام الفرن كده. والعيش ده بصوا تحفة. بعد ما خلصنا كده رحنا جايين رصين السفرة بتاعتنا وطالعين نفطر. بعد ما فطرنا كانوا بقى بيكملوا الخبيز تاني، بس انا قلت ما اصور كده من الناحيه ديت. الفرن واضح اكتر وباين باين بيتعمل فيه ايه من جوه. الست اللي بتخبز كانت بترحي العجين كويس وتدخله الفرن، ما بياخدش دقايق وبيطلع تاني بيكون مستوي كده العيش بتاعنا قبل ما يتأمر. شايفين الطري ازاي؟ تعالوا بقى بعد ما دخل الفرن الفرن هدي بقى شكله عامل ازاي. بقى بنلدنه بقى، شايفين لونه بينشف معانا وياخد لون كده حلو، وبنقلبه تقلبتين. بنروح جايين قلبين رغيفين على بعض مخليين وشهم لتحت اللي هو ايه، ظهرهم لبعض ووشهم لبره، وندخله الفرن ياخد لون من الجناب وينشف كويس، ونروح جايين مطلعينه تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنروح جايين مفردينه بقى على جنب كده على شوية من القش، على حد ما ينشف كده، علشان ما يكونش طري، ولما نرصه على بعض ما يعفنش زي ما انتوا شايفين كده. بنروح جايين رصينه كده لحد ما يبرد خالص كمان من درجة الحرارة، وتبقى كده الايه العيش بتاعنا يقعد معانا فترة طويلة، ممكن يقعد معاكي طول الشتاء ما يجرولوش اي حاجة. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب المطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. بعد ما بينشف كده وخلاص برد بروح جايين رصينه في طبق من ده، وكده ايه العيش بتاعنا جاهز. اشوفكم في فيديو جديد، باي.